السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تغلب فريق الوداد البيضاوي المغربي على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء الأحد في ذهاب نهائي بطولة الدوري الإفريقي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. أحرز ريفالدو كوتزي هدف التقدم لصالح الوداد بالخطأ في مرمى بالدقيقة 41 من زمن المباراة، ثم سجل عبد المنعم بوطويل هدف التعادل لفريق صن داونز بالدقيقة 73 من ركلة جزاء، ثم عاد الوداد ليضيف الهدف الثاني من توقيع أنس سرهات في الدقيقة 78. تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد 12 نوفمبر الجاري على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا في 12 بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت المغرب. وجاء تشكيل الوداد كالتالي: في حراسة المرمى المطيع، خط الدفاع أيوب العملود، يحيى عطية الله، جمال حركاس، أيمن أبو الفتح. خط الوسط زكريا الدراوي، يحيى جبران، عبد الله حمود. في خط الهجوم منتصر الحتيمي، الشرقي البحري، هشام سفيان. فيما يخوض صن داونز اللقاء بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى رونوين ويليامز، الدفاع روبيري موديبا، ريفالدو كوتيزي، عبد المنعم بوطويل. الوسط خايليسيو موادو، مارسيلو أليندي، جرانت موكينا، ليسيبا نكو، ثيمبا زواني، ثم ثابيو ماسيكو. تأهل فريق الوداد وصن داونز المغربي إلى نهائي النسخة الأولى من بطولة السوبر الإفريقي بعد تخطيهما كل من نادي الترجي التونسي والأهلي المصري على التوالي في دور نصف النهائي البطولة، حيث فاز الأول بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. فيما وصل الوداد لمباراة النهائية متفوقا على الترجي التونسي بضربات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. من المقرر أن يحصد الفائز ببطولة الدوري الإفريقي على جائزة مالية 4 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 3 ملايين دولار. تأهل الوداد إلى النهائي بعدما افتتح مشواره في البطولة بتخطي عقبة نيومبر نيجيري في ربع النهائي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم واجه الترجي التونسي في نصف النهائي وتفوق عليه بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لمثلها. بينما بدأ صن داونز مشواره في الدوري الإفريقي بتجاوز بيترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم تخطى الأهلي المصري في نصف النهائي متفوقا عليه بهدف دون رد في المباراتين. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك لنواصل العمل. شكرا.